لو وصلت لحد هنا صلى على النبي. ما قلتلكيش مش قابلت محاسن النهارده؟ والنبي وازيها يا حبيبتي؟ بتسلم عليك. وشفتيها فين يا جليلة هانم؟ كانت بتشتري فساتين من وسط البلد. قوليلي شفت موضة العباية اللي ماشية دلوقتي؟ امال ده الكل دلوقتي بيلبس العباية، اللي ملون واللي مشغول. ها، ويا ترى موضة الجزم السنة دي هتكون ايه؟ والله كل الجزم بقت موديلاتها قديمة، والموضة اليومين دول الجزم المفتحة ام سيور. يا اختي مش هي برضو دي الموضة بتاعت زمان؟ هي بعينها، يعني هم هيجيبوا حاجة من بره؟ على رأيك. قوليلي قومي بقى. ازاي الكلام ده؟ هو انت لسه كملتي نص ساعة؟ استني لما نشرب القهوة سوا. مالوش لازمة بقى، مدينة شربنا ليمون. والنبي لا انت قاعدة، اقعدي يا شيخة. رايحة فين؟ بس زمان سي محمود راجع من الشغل. يا اختي لسه بدري، ادينا بنتكلم. يا نادية، نادية سيبيها، يمكن مشغولة في حاجة ولا بتذاكر. لا ابدا، دي ما بتروحش المدرسة اليومين دول هي واخواتها عشان الامتحانات قربت. وعايزاها ليه يا سمير؟ عشان تعمل لنا القهوة. يا اختي مالوش لزوم بقى. ازاي؟ دي مسافة دقيقة واحدة هتكون خلصت. ده انا عندي بن بيتي محوج، لكن ايه حاجة تستاهل بقك. يا نادية، نادية عن اذنك يا جليلة هانم، اما اشوف البيت دي بتعمل ايه. قومي يا حضرة المحامية، قومي اعملي لنا فنجانين قهوة من ايديكي كده عشان اشرب انا وجليلة هانم. بس يا ماما انا بذاكر في القانون الروماني. يا بنتي يلا، بلا روماني بلا فرنساوي، انجري اعملي القهوة. طب ما تخلي البنت سيدة هي اللي تعمل لكم القهوة. سيدة في السوق بتشتري الحاجة. يلا ارمي الكتاب اللي في ايدك ده وفوتي قدامي، بلاش لكاعة، احسن انا سايبة جليلة هانم لوحدها. ايه جليلة هانم يا ماما؟ يعني هي ما عندهاش بن في بيتها؟ يلا يا بنتي اعملي القهوة بس من غير ما تبلطمي. وانتوا يا اولاد نعم. مش عايزة اسمع لكم حس وانتوا بتذاكروا، فاهمين؟ حاضر يا ماما. سميرة، سميرة. ايوه يا عبد العال. العيال فين امال؟ اهم في اوضتهم يا اخويا. يلا يا اولاد سيبوا الكتب بتاعتكم وروحوا لابوكم. الامر لله. يلا يا عادل، يلا يا شريف. يلا يلا يا نادي. كنتوا فين يا اولاد؟ بنذاكر يا بابا. عشان الامتحان فاضل عليه 10 ايام يا بابا. واذا ما ذاكرناش رحنا في داهيه. بقى عشان تذاكروا انتوا تقلبوا دماغي؟ مش كفايه بشتغل وبشقى واتعب عشان اكلكم والبسكم؟ كمان مش عايزين نستريح في بيتي؟ ما هو يا بابا مش عايز كلام كتير، انا تعبان وما احبش الدوشه في البيت ابدا. هو مش كفايه عليا الدوشه اللي عندي في المصنع؟ ثم ما كان عندكم السنه بحالها تذاكروا فيها. احضر لكم الاكل يا عبد العال. ايوه يا سميره، حضري لنا الغدا. ولا اقول لك بلاش انت عشان عايز اكلمك كلمتين. روحي يا نادي انت حضري الاكل. حاضر يا بابا. وانت سعادة. نعم يا بابا. اطلع فوق الصندالة ونزل لي كل الاسطوانات القديمة بتاعت عبد الوهاب، وطلع لي منها اسطوانة جفنوه علامة الغزل. حاضر يا بابا. وانت يا شريف اجري هات لي علبتين سجاير من الحاج مدبولي، وهات لي 2 كيلو مشمش من المعلم انور، بس بسرعة. حاضر يا بابا. امسكي قدامي الترابيزه دي يا بنتي يا سيده. مش كده يا بنت، الله يجازيكي. اسمعي، سيبي انت اللي في ايدك ده، روحي انت نفضي اوضه الصالون. يا ناديه، ناديه. نعم يا ماما. بتعملي ايه يا بنتي؟ بذاكر يا ماما. يا اختي هو انت ما بتبطليش مذاكره ابدا؟ مش خلاص يا ماما الامتحان قرب؟ هو انت هتقعدي تذاكري وتسيبيني لايصه في الشقه كده لوحدي؟ وعايزين اعمل لك ايه بس يا ماما؟ مش سيدة معاكي؟ سيده هتمسح ولا هتكنس ولا هتشتري الحاجه من السوق؟ فوتي قدامي، يلا تعالي نوضب بقيه الاوض. والمذاكرة يا ماما؟ يا اختي انت يا بنتي هتعملي المذاكره حجه عشان ما تعمليش حاجه في البيت ولا تساعديني في حاجه؟ امسكي قدامي الترابيزه دي. تعالي تعالي نوضب بقيه الاوض. امرك يا ماما. الاولاد فين يا سميرة؟ نايمين يا عبد العال. لسه نايمين لحد دلوقتي؟ دي الساعة 2:30 بعد الظهر. ما هم كانوا بيذاكروا طول الليل يا اخوي. صحيهم يا شيخة، صحيهم. هصحيهم بس كمان ساعه ولا حاجه. ازاي؟ صحيهم حالا، عشان عايز الواد عادل اغيظه شويه، عشان النادي بتاعه اتبهدل في الكوره وهو بيلعب في اسكندريه. وعشان الواد شريف ينده لي الاسطى توفيق المزين، والست ناديه تعمل لي فنجان قهوه مظبوط. حاضر. حكيم هي احسن واحده تعمل لي قهوه في البيت ده، والفنجان بتاعها ده هو اللي بيعدل دماغي. حاضر اللي تشوفه يا عبد العال. يا ولاد، يا ناديه، ناديه، يا عادل، يا شريف، اصحوا يا ولاد عشان ابوكوا عايزكم. شفت يا عبد العال؟ شفت وصل النور جه بكام؟ ياه، ب7 جنيه. يا دوب يا اخويا، مش العيال بينوروا الشهر بحاله؟ ايوه بس 7 جنيه كتير، ده احنا بندفع في 3 شهور 4 جنيه. معلش يا اخويا اهي هانت بقى. ازاي؟ ده كلام فارغ. اسمع يا سميرة. نعم يا اخويا.
انت تحرمي العيال يذاكروا في اوضه الصالون او السفره. امال يذاكروا فين بقى؟ ما انت عايزهم ما يعملوش صوت، فكل واحد منهم بيذاكر في اوضه. لا يا ستي، من هنا ورايح الواد عادل يروح يذاكر مع واحد زميله، والبنت نادية هي واخوها شريف يذاكروا في اوضه النوم بتاعتهم، وكفايه عليهم لمبه 60 شمعه. بس هم هيرضوا يا اخويا؟ غصب عنهم، ناديهم وانا اقول لهم. ادينا يا سيدي خلصنا الطبيعه والكيمياء. ايه رايك بقى يا عصام لو نمسك في الرياضه؟ رياضة؟ ما كفاية يعني، كفاية. كفايه؟ كفاية. ايه مش ناوي تكمل مذاكره ولا ايه؟ أنا تعبت بقى خلاص وجالي صداع. ده كلام؟ من ساعه ذاكرناها. طب ده انا كنت بذاكر لوحدي في بيتنا ب7 ساعات. شوف بقى أنت راجل فدائي. اسمع يا عادل. نعم. بابا وماما وكل اللي في البيت ناموا. إيه رأيك بقى تيجي نلعب 10 كوتشينة؟ ها؟ كوتشينه؟ والمذاكره؟ ده فاضل على الامتحان جمعه واحده. يا سيدي بقى هنتسلى شوية وبعدها نبقى نكمل مذاكرة. أنا خلاص بقى، ده أنا خدت برد حتى في صوتهم. يا عصام يا عصام، أنا جاي من بيتنا مخصوص علشان أذاكر معاك. شوف يا عادل بقى، أدي إحنا ذاكرنا وعملنا اللي علينا، وعلى رأي المثل ساعة لقلبك وساعة لربك. انا مبسوط قوي قوي يا سميره، عشان بنت زينات جايه بكره. دي وحشتني قوي يا عبد العال، 9 أشهر بحالهم ما شفتهاش. لا انا اللي وحشني اكتر العفاريت ولادها حسني وحمادي. يا حلاوتهم يا حلاوتهم، لما بيتنططوا كده حواليا الدنيا ما بتساعنيش يا عبد العال. انا خلصت الامتحان. انت جيت يا عفريت؟ جاوبت كويس؟ طبعا يا بابا. طب اسمع يا حبيبي، بلاش تعمل دوشه بقى، احسن اختك بتذاكر عشان امتحانها قرب. ايه، انا لازم العب. خلاص يا سميره، سيبيه يلعب على كيفه مادام خلص امتحان، بس ما تعاكسش اختك يا شريف. حاضر يا بابا. ودلوقتي يا سميره انا هدخل انام لساعتين، اقوم اتفرج على ماتش الكوره اللي في التلفزيون. يعني مش عايز تذاكر مع حد من صحابك؟ ايوه يا بابا، لاننا في الحقيقه مش بنذاكر والامتحان فاضل له يومين. امال بتعملوا ايه؟ بنضيع الوقت كله في اللعب. طب ذاكر مع اختك ناديه بقى، بس مش عايز منكم ايتها دوشه. حاضر يا بابا. اجري بقى قبل ما تذاكر، دور لي على الاسطوانات القديمه، ودور لي على اسطوانه لعبد الوهاب. اي اسطوانه دي يا بابا؟ اسطوانه لما انت ناوي تغيب على طول. بس انا قبل كده دورت عليها وما لقيتهاش. يا اخي دور عليها تاني، يعني هي شغلانه. وبعدين بقى مش هنعرف نذاكر ولا ايه؟ ده راجل قاعد عند البقال اللي تحت ومعاه راديو ترانزستور. ده انا مش عارفه اذاكر خالص، يا ساتر يا رب. مالك يا ناديه، ما بتذاكريش ليه يا حبيبتي؟ ماما انتي صاحيه؟ طبعا، هو انا طول ما النور ولع في الشقه هيجيلي نوم؟ سامعه الراديو ده يا ماما؟ ده في الشارع يا بنتي. ايوه، لكن صوته جاي لحد هنا ومش عارفه اذاكر منه خالص. طب وعايزاني اعمل ايه يعني؟ تندهي على البواب وتخليه يقول للبقال يوطي الراديو بتاعه شويه او يقفله. حد يا ناس يولع الراديو الساعه 1 بعد نص الليل ويقعد بيه في الشارع؟ هم مش عارفين ان في ناس بتذاكر وعندها امتحانات؟ بقى عشان انت بتذاكري عايزاني احجر على الناس كلها؟ يا ماما مش عارفه اقرا ولا كلمه واحده. اروح اصحي البواب واقول له تعالى كلم ماما. خليك في حالك يا واد انت، وانت يا بنت انت اغسلي وشك واقعدي ذاكري. ازاي بس يا ماما والراديو ده شغال بصوت عالي؟ يا اختي الناس حره، عايزاني اخليهم يقفلوا الراديو كمان؟ ما ابوكي نايم بيشخر اهو، ولا حاسس بالراديو ولا باي حاجه، اشمعنى انت؟ يا ماما انا بذاكر. يا اختي اللي عايزه تذاكر ما يهمهاش اي حاجه، ان شاء الله الدنيا تتدربك. حتى قولي انت بقى اللي تعبتي من المذاكره وعايزه تنامي. وحتى لو كنت تعبت يا ماما برضو مش هيجيلي نوم والراديو ده صوته عالي بالشكل ده. والله بقى انت حره، انا داخله انام. يا بختك يا ماما. يا رجليا، ياني قطع المشي كسر رجليا. رجعت يا ماما؟ ايوه يا ابني، ورجليا اتكسرت. ليه كنت فين؟ كنت بزور بنت عم ايمان، اصلها عيانه ومزاجها مش رايق شويه. عايزين ناكل يا ماما، جعانين. انا تعبانه ومش هقدر اطبخ لكم اي حاجه النهارده. امال هناكل ايه يا ماما؟ كلوا اي حاجه يا ابني، هاتوا لكم علبتين سردين ولا سلمون، وعندكم العيش والبصل. ليه ده؟ ناكل سردين وسلمون وبصل؟ طب نذاكر ازاي؟ ما هو انا تعبانه بقى، ما اقدرش امد ايدي في الطبيخ خالص ولو الدنيا اتهدت حتى. يا رجليا يعني. ويعني كان لازم يا ماما تروحي المشوار ده اللي تعب رجليكي وجي على دماغنا؟ يا سلام، بقى كنت عايزاني ما اروحش اطل على بنت عمي واطمن عليها؟ يعني هي كانت في المستشفى علشان ضروري قوي تزوريها؟ يا خبر،
انت بتبشري عليها يا بنت بالمستشفى كمان؟ اخصى عليك يا نادية يا بنتي، وهو العيان كمان محدش يزوره الا اذا كان في مستشفى. المهم يا ماما دلوقتي هناكل ايه؟ سردين وسلمون مش ممكن ناكلهم واحنا بنذاكر. خلاص اهو عندكم البيض، لكم كام بيضة؟ علشان البيض يظهر البرد اللي عندنا ونعيا وما نذاكرش وتبقى وقعتنا سودا. ياها ده ايه الدوشة دي؟ والله انتوا حرين بقى، اهو الاكل اهو قدامكم، كلوا بقى اي حاجة انتوا حرين، طبيخ ما نشطبخ. نصوم النهارده يا ولاد علشان خاطر بنت عمك يا ماما وامرنا لله. ازيك يا ماما؟ وحشتيني يا روح ماما، وحشتيني قوي. حسني، حماده، تعالوا يا حبايبي، تعالوا اما ابوسكوا يا حبايبي. نورت البيت يا بنتي. ميرسي قوي يا بابا، منور وعمران بحسكم. امال فين اخواتي؟ اختي ناديه وعادل وشريف. هم ملقحين بيذاكروا جوه، وشريف بيلعب في الشارع. يا ناديه يا عادل سيبيهم يا ماما، انا هروح لهم. خش يا حسني انت وحماده اقعدوا جوه. خليهم يلعبوا على كيفهم. عايز شوكولاته يا ماما، جعان يا ماما. من عينيا الاثنين يا حبايبي، من عينيا. اهلا يا زينات، اهلا يا حبيبتي. وازاي اسوان كده، وازاي الباشمهندس حسين؟ بيسلم عليكم قوي يا ماما، وهيحصلني اول ما ياخد الاجازه بتاعته. بالسلامه يا بنتي، بالسلامه. زينات اختي حبيبتي. اهلا يا نادي، اهلا زينات، وحشتينا قوي. انتوا اللي وحشتوني. ازيكم عاملين ايه؟ ادينا يا ستي بنذاكر وطالع روحنا. ربنا يفوت اليومين دول على خير. يا ولاد يا ولاد، خلي عندكم دم وقعدوا مع اختكم الكبيره شويه. اهلا يا حبيبتي. يا روح قلبي، يا روح قلبي من جوه. شايفه اختك تخنت وبقت زي القمر ازاي يا ناديه؟ مش زيك خاسه ومرضانه وبالبله. اعمل ايه؟ ده كفايه عليا المذاكره يا ماما جنب الاشغال الشقه المنزليه بتاعتي. سامعه اختك وطولت لسانها؟ مش هتطلع محاميه؟ امتى بس يا اختي؟ دي باين عليها خيبانه خالص. تعالي يا حبيبتي، تعالي نقعد بعيد عن الاوضه اللي تغم النفس دي. وبعدين في الدوشه بتاعت العيال دي بقى، يعني كان لازم الست زينات تشرف اليومين دول هي واولادها؟ مش كفايه علينا شريف وعفرته لما خلص امتحان؟ جاي لنا كمان حماده وحسني من اسوان علشان يكملوا علينا. اتفضلي يا ستي. وادي بابا كمان مدور الجراموفون بتاعه وقاعد يسمع لي في اغاني. اهلا وسهلا، شرفتي يا بنتي يا فتحيه. اتفضلي يا بهيه هاني، تعالوا نقعد في الصالون عشان نتفرج على التلفزيون. افتحي التلفزيون يا زينات. حاضر يا ماما. يا عبد العال. ايوه يا سميره. خدي وطي شويه الجراموفون بتاعك ده عشان نعرف نسمع التلفزيون يا اخي، بعدين الضيوف يتضايقوا. حاضر يا ستي. يلا يا ولاد، يلا يا ولاد، روحوا العبوا بعيد. ارحمنا يا رب. بنتي يا سيده، مالك يا ناديه بتزعقي كده ليه يا حبيبتي؟ عايزه الضيوف يقولوا علينا ايه؟ يا ماما حرام ده يا ماما. مالك يا بنتي في ايه؟ مفيش فايده. مفيش حاجه ازاي؟ مفيش فايده. مفيش ايه؟ بتعيطي ليه يا ناديه؟ ولا حاجه يا ماما ولا حاجه، اعصابي تعبانه شويه. بتعيط من المولد اللي انتوا عاملينه لها بره ده. يعني ايه؟ عايزين اطرد الناس اللي عندي ضيوف؟ اشربي من البحر بقى. شفت يا سيدي؟ شفت؟ مش بنتك ناديه مزعله اختها زينات، وزينات كانت عايزه تلم هدومها وترجع اسوان تاني؟ ازاي؟ اهو ده اللي حصل يا اخوي، عشان ست ناديه هانم مش عايزه تخرج مع اختها الكبيره عشان تفرجها على فاترين المحلات. 20 ايه يا هانم؟ قلت لك 20 جنيه. ليه؟ نجيب بيهم رز. تجيبي ايه؟ قلت لك رز يا اخي. ب20 جنيه عليا؟ ليه؟ هنفتح محل فتة؟ هنسرح بعربية كشري؟ يا سلام عليك يا صفوت، هو انت الواحد لما يكلمك ما ياخدش منك غير التريقه؟ امال ايه اللي ب20 جنيه رز؟ اصلهم مش لينا احنا كلهم. امال لمين؟ لينا احنا ب10، وماما عاوزه منك 10 جنيه سلف تشتري بيهم لنفسها. وهي بقى اللي شارت عليك الشهرة دي. ايوه، البلد فيها ازمه رز، وكل ما ابعت البنت تشتري يقولوا لها مفيش. ولما مفيش منين هتجيبوا الكميه الكبيره دي؟ ماما مش حاطه ايدها في الميه البارده زيك. فضلت تدور هنا وهنا لغايه ما لقيت واحد يريحنا ويجيب لنا اللي احنا عاوزينه. بكام؟ قصدي يعني بسعر كام؟ انا عارفه، ماما هي اللي اتفقت وياه. ضروري طبعا يرفع السعر شويه. طبعا، مش في ازمه. والله انا لو من التجار والاقي قدامي زباين فجعانين زي سيادتك والست مامتك، مش بس اعمل ازمه، ده انا ابيع الحبايه الواحده بقرش سعر. قصر الكلام، هات الفلوس. فلوس ايه؟ عالي عليه، الدنيا مش هتخرب لما نقعد لنا كام يوم من غير رز. يا نهار زي بعضه يا صفوت، نقعد من غير رز ازاي؟ ليه لا؟ هو مش كله نشا؟ كله بطاطس، مكرونه، قلقاس، لازم رز يعني؟ بلاش الكلام اللي لا يودي ولا يجيب ده، وحياتك قوم هات لنا الفلوس احسن ماما زمانها جايه يا صفوت. قوم انت هاتي لي اكل، انا راجع من الشركه هلكان على الاخر. حاضر، هجيب لك تاكل، استنى بس اما اشوف مين اللي على الباب.
مين؟ ماما؟ جرى ايه يا عليا؟ انا مش قايله لك اول ما جوزك يرجع من الشركه تجيبي الفلوس وتيجي على طول؟ يا مساء الخير يا سي صفوه. مساء الخير يا حماتي. ما تدخل يا الدلعادي. الله، هو في حد معاك يا حماتي؟ ايوه، طب الجدع بتاع الرز إيه؟ اعمل ايه؟ مش احسن ما نتاخر وما نلاقيش؟ ما تدخل يا